أيها العالم إن الإسلام بريء من عمل شباب يتقحمون تكفير المسلمين. ألا فليسمعها كل العالم. إن الإسلام بريء من جرائم تتم باسم الإسلام وقد تصحبها صيحات الله أكبر وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام وأحكامه، سواء عملها مسلمون أو عملها أقوام ليسوا من المسلمين لكنهم يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. أيها العالم إن الإسلام بريء من عمل شباب يتقحمون تكفير المسلمين ويحكمون عليهم بالردة فيستحلون دماءهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إن الإسلام بريء من متحمسين يقومون بتصرفات يظنون أنهم بها ينصرون الدين وهم والله يجرون على الإسلام والمسلمين مفاسد وتضييقا وحرجا. أيها العالم لا تحكموا على الإسلام من خلال تصرفات أقوام لم يتقنوا أحكامه ولم يحيطوا بتعاليمه، كما أنكم لا تحكمون على الطب من خلال تصرف طائش لطبيب أو تذمون الهندسة من خلال أخطاء المهندسين. فلا تحكموا على الإسلام من تصرفات طائشة. أيها الناس إن الإسلام واضح المعالم ظاهر الأحكام لا لبس فيه ولا خفاء، كتابه مترجم لكل اللغات، دين يأمر بالعدل والإحسان في غير ضعف ولا خور، دين يأمر بالحلم والعفو في غير جبن ولا هلع، دين يأمر بالتأودة والأناة في غير كسل ولا إهمال، يأمر بالجهاد في سبيل الله ونصرة المظلومين لكن في غير بغي ولا عدوان. لا تأخذوا من الإسلام شيئا وتدعوا أشياء. ادخلوا في السلم كافة.